عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير يا ربي. اليوم مع بعضنا قدرة ربي باش نعملوا المقروض نتاع الفور. مقروض بنين برشا ومزيان برشا. المقروض نتاعنا شنو يتطلب؟ يتطلب كيلتين سميد متوسط اللي هو الخمسة يسي احنا نقولوا في تونس. هذايا كيلتين متوسط. كيلة جويدة على الاخر كأني فارينة، ونص كيلة فارينة. هذايا للسميد متاعنا. نستحقوا كيلة ما بين زيت وزبدة، والا سمن وزيت، والا زيت صافي. اما كيلة انا اليوم عطيتكم بالكيلة، ما عطيتكمش بالميزان. دونك اي كيلة تختاروها، صحفة، كاس، صحن، اللي هي تعملوا كيلتين سميد متوسط، كيلة سميد ارطب على الاخر، ونص كيلة فارينة، كيلة زيت وزيت وزبدة ذايبة، وكيلة ماء. اول حاجة باش نحط السميد نتاعي. اوكي، وهنايا باش نحط عليهم على كل كيلة حشتنا بشيشة ملح، يعني ربع مغرفة ملح صغيرة. دونك انا عندي 3 كيلات في كل شيء هنايا. هذاك الملح مغرفة ونص ملح صغيرة، مغرفة كبيرة قشور الرمان، وربع مغرفة كركم. اوكي، هنايا لازم الملح باش يعطينا مطعم بنين. هنايا باش نحط مغرفة صغيرة خميرة، وباش نزيدها شوية باش نخلط هذوما الكل مع بعضنا. هنايا راهو اهم حاجة في المقروض، بنة المقروض، راهو التفويحة متاعك اللي باش تخلطها بالسميد والفارينة. راهي التفويحة هذيا هي اللي تعطيك البنة متاع المقروض. هنايا عندي السميد، الزبدة بوردونوازيت ومعاها الزيت. باش نبدأ نصب بشوية. الزيت ماهوش سخون، راهو مش كيما المقروض نتاع القليان، يلزم يكون الزيت يتشتش. هنايا باش نبدأ نبسس. بالنسبة للماء، هنايا كيلة الماء حطيت شطر ماء وشطر زهر خفيف، مش الزهر القوي. شطر كيلة ماء وشطر كيلة زهر خفيف. وكان تحبوا تحطوا الماء بركة تنجموا تحطوا الماء بركة. انا خلطت الزوز مع بعضهم. هنا باش نقعد باش نزيدك التشيشه هذاك، مش الكل، وباش نقعد نبثبث فيه. هنا باش نبثبثوه بالطريقه هذيا هكا، يلزمو يتحك في بعضه مليح مليح مليح، باش نحكوه مليح وباش نخليوه يرتاح ليله كامله، والا اقل حاجه 6 سوايع. راهو ما نعملوش المقروض بالوقت، يلزم السميد متاعنا يشرب بالكدا اك الزيت. هنا نقعدوا نبثبثوا فيه لين تولي الكعبة مفرقة على اختها، وك الزيت الكل يتشرب. هنا ما عادش باش نزيد زيت وزبدة. دونك الكيلة متاع الزيت ماهيش كاملة، خليت منها بريسك ربع ولا اقل من ربع متاع الكيلو. وباش نقعد نحطحط هكايا في السميد متاعي. وني وقتاش نعرفوا اللي ما عادش يلزمها زيت؟ يلزم كي نعملوا هكا الكعبوره متاعنا ونخفضوها هكا في يدينا، نحاولوا باش نكعبروها، ما يلزمهاش تتفتفت معانا. اغزروا لها كيفاش تتلم. هنايا هكا نعرفوا اللي الزيت متاعنا راهو يززي. وباقي نخدموها كيما هكايا. هنايا الحكان هذايا يحبلك على القليل 10 دقائق، وانتي تعمل في الحكايه هذيا باش الزبده الكل تشرب في السميد وتولي كل كعبه مفرقه على اخت.
باهي توا لهنا البنات باش نغطيه وباش نخليه يرتاح على الاقل 6 سوايع. هوني البنات بعد ما عملت السميد نتاعي باش نخليه يرتاح بالكدا وباش نحضر الشحور نتاع المقروض. شحور المقروض نستحقوا كيلو سكر، عليهم 500 غرام ماء، عليهم ربع قارصه، ونخليهم يطيبوا نص ساعه كامله. بيان سور كيما العاده ما نحركوش الشحور نتاعنا، نخليوه يطيب في ريحه من عقله نصف ساعه ونطفيو عليه، نزيدوه شويه جلوكوز ونخليوه يبرد، خاطر نحنا المقروض نتاعنا يلزمو يكون الشحور نتاعو بارد ماهوش سخون. فوالا ونرجعوا بعديك مع بعضنا في البقيه نتاع الوصف. به هنايا البنات باش نحضر الحشو نتاعي اللي بالتمر. هنايا انا التمر عملته وحدي في الدار، الله غالب ان شاء الله قدرة ربي نعمل لكم فيديو كيفاش حضرت التمر. هنايا التمر تاخذوه تنحيولو القلب نتاعو، تمسحوه، ما تغسلوش في الماء، ردوا بالنا نغسلوه في الماء، يلزمو يتمسح مسحان، يتفور ربيع ساعه فوق النار، ومن بعداكش تهبطوا تخليه يبرد، ومن بعداكش ترفسوا بالكدا سينو تنجم كي يبدا عندك تمر طري بالكدا تنحيلو القلب كيف وتمسحوا، ومن بعد تحطوا فوق كسرونه بالبان ماغي وتبدا ترفس فيه او ميم طون هو فوق البان ماغي. هذايا التمر اللي نخدموا به. ونصيحه راهو ديما التمر يعني الحي الجديد خير من انك تشريه باكو حاضر باهي. هنا اللفاح نتاعنا، هنا انا حطيت 600 غرام. اللفاح نتاعنا باش نحط شويه هذيك قشور نتاع برقدان. هنا عندي شيشه شوش ورد، وهنا انا عندي الهيل، مانيش باش نحط القرفه، ما نحبش القرفه، باش نحط الهيل باش نحطهم الكل. وهنا باش نوريكم هي تخلطت لي شويه مع شوفوا لهنا ريتوها الترتوشه هذاك عود قرنفل، راهو يبنن عود قرنفل مرحي. اغزروا قداش حطيت يعني على ترتوشه المغرفه. وباش نبدا نخلط هنا تتلصق معانا باهي. انا يقول القايل التمر نتاع اللي في الفور، المقروض اللي في الفور برشا يقولك جاني يابس باهي. ها باش نعطيكم استوس باش ما يجيكمش يابس. التمر نتاعنا باش نخلطوه بتشيشه ماء، باش نعجنوه بتشيشه ماء. راهو اعز حاجه انه التمر نتاعك باش ما يجيش يابس نتاع الفور خلطوه بشويه ماء. وتذكرني كي تعمل الطريقه هذه. هنا نخلط فيه بشويه. هنا شوفوا كيفاش ولى، اغزروا له كيفاش ريتوها كيفاه بالماء كيفاش يولي. باش ناخذ تشيشه بوغ نوازيت باش نطري بها، باش من بعد كي نبدا نعجن فيه يتلم معايا. اما من الاول باش طريه بالماء، راهو ما تخافوش منه. وهاكم ريتوني حطيت منه تبدا ريتوها كيفاه تبدا كاني باش تتلصق. ومن بعد كي باش نخدموه اتو تشوفوا راهي يتلم معانا بالكدا. هنايا البنات باش نخدموا لي بودان ايديا دهنتهم بالزيت باش ما يتلصقش معايا، ونبدا نحضر في لي بودان اللي باش نخدموا بهم الحشو نتاع المقروض. الحشو نتاعنا راهو يلزمو يكون التري، مش تري مسيب، مي التري اللي يطاوعك وقت الحشيان. وديما ماذا بينا ليبيسور هي بيدها، ونشوفوا كان فما بلاصه فيها هواء ندزوها باش يجينا الكعب نتاعنا من بعد مزيانه. ماناش باش نجودوها برشا على خاطر من بعد كي باش نرقوا في العجينه راهي باش ونكملوا البقيه الكل لين نكملوا الكونتيتي نتاعنا.
توا البنات باش نجيو للسميد. اغزر ارتاح ارتاح، خذي راحته في الراحه، يعني خذي بالكدا. اغزر لهنا كي نعملها هكا، لهنا مازلت ما حطيناش الماء. اغزروها كوره ملمومه، ريتوها لا تتحل ولا تتفتفت ولا حتى شيء. يلزم القوام نتاعها قبل ما نحطوا الماء تكون هكا، يعني ننفضوها ما يصير لها حتى شيء. هنا تعرف اللي زيتك اللي حطيته باهي على الاخر. اون فوا تحلت، والا يعني انت تخفخف فيها وهي تفتفت، اعرف راهو زيتك ناقص، والا كان قاعدة كورة كاملة ومكبوسة اعرف راهو زيتك برشا. باهي توا لهنا ونيا باش نعطيكم تكنيك مزيانة برشا. انا ما نحبذش اني نخلط الماء نتاعي الكل مع بعضه. علاش؟ مثلا نجم نكون انا خلطته وجاني تليفون يلزمني نخرج، دونك باش نغطيه وباش نخليه دونك باش يشرب الماء عاود زيد الماء ماهيش حل. انا بالنسبه لي انا ديما نخدم بالبارتي. كان عييت، كانها كونتيتي كبيره ولا صغيره، عييت حبيت نوقف او يقعد عندي سمول، ما عنديش ماء حاجه مخلطه بالماء، على خاطر اكلي زيد الماء زيد الدقيق هذيك ماهيش باهيه وما تنجح لكش الروسيت نتاعك. انا توا لهنا باش نخدم البارتي هذيا، وخاصة كي تبدا كونتيتي كبيرة. توا انا هذه كونتيتي صغيرة، اما كي تبدا كونتيتي كبيرة ماذا بينا نخدمو بتشيشة بتشيشة. باش نعجن في هذيا فوالا، وباش ناخذ الماء نتاعي هنايا باش نلمو لمين، ماناش باش نعجنو، باش نلمو لمين. اغسل باش نرش رشين الماء واللم، ما نصبرشو رشين. هنايا راهو الماء احنا والسميد اللي عندنا، كل واحد والسميد اللي عنده. اعذروا انا لهنا مازالت ما تلمتش معايا. حبيت نوريكم كيفاش نلموها، يعني رانا نقرصوا قرصان على العجينه. اغسل ماناش نعملوا في خبز، راهو نقرصوا في قرصان لين تتلم معانا. او مثلا انا السميد اللي عندي هذايا يشرب ياسر. باهي اغزروا لها العجينه نتاعي هكا، يلزم القوام نتاعها يكون هكا بالضبط. هنا حضرت البودان الاولاني نتاعي وحطيت فيه الحشو. توا هاني باش نوريكم كيفاش نحضروا نحطوا نخليه كما نحنا نقولوا يتشمع شويه باش نجم نقصوا، ما نقصوش ديريكت. نحل العجينه نتاعي على الخشن هكا، ونجي نحط التمر هنا باش نجود شويه في عجينه التمر. ونلمو هكا كيفاش نلموه. هنا نحاولوا ما نخليوش التمر ظاهر. فوالا لميناها بالكدا. نسكروا الفوقاني هذاك وندوروا، وقتها نوليو نجودوا في العجينه نتاعنا هذه. هاكا يبداو الزوز فرد
عرض. نرجع للاولانيه. كان عندي هكايا مثلا تشقيقه صغيره، نسكرها ونعاود اللم. هنايا باش نقسم ونستويو بيان سور. نهبطوه شويه لهنا. تحب تقص من غير قالب تقص، كي يبدا ما عندكش قالب. المهم يبدا العرض الكل كيف كيف باش تبدا لنا الكعبه مزيانه. شوف هنا نحب نوريكم حاجه. ريت العلو نتاع القصاص نتاعي يلزم يكون العجينه تكون الدوبل. مثلا هذيا هكا ولهنا كي نعمل هكايا، يعني ما يلزمهاش تكون عاليه برشا وما يلزمهاش تكون واطيه ياسر. وهنا باش نطبع فوالا. نجيو للحراف نتاعنا، وهنا الكبر اللي انتي تحبوا. اغزروا لها الكعبه نتاعنا كيفاش تكون مزيانه والحشو بتاعها يكون محلاه. هنا نستويوها شويه، نحيو يعني التنقوره هذيك اللي ما نحبهاش انا برشا، ونحطو في الطبق. هنا المقروض نتاعنا نتاع الفور يلزم يكونوا طيبين لاصقين في بعضهم. توا البنات مقروضنا باش ندخلو للفور على 200 درجه باش نخليه حكايه 35 40 دقيقه. هنا راهو انتوما والفور نتاعكم، وما نطيبوش على درجه واطيه. مثلا فم برشا يقولك 160 180 بوتيتر الفور نتاعهم سخون، اما راهو يلزم على درجه عاليه باش ما يتحرقش معنا، باش ما يبسش معنا وما تجيناش الكعبه كاسحه برشا. توا ندخلو للفور. ديجا الفور نتاعي سخون، ومن بعداكش نوريكم كيفاش يخرج. البنات شوفوا ما خرجته من الفور، اغزروا لونه كيفاش قعد ذهبي، من هنا حمار شويه اما راهو ماهوش يابس. اغزروا التمر نتاعو كيفاش قعد اللون مزيان. توا هنايا بالشحور، يا اما تصبوا اغزروا الشحور نتاع البقلاوه نتاع المقروض كيفاش، وما يجيش نتاع الفور ما يجيش غامق برشا، باش نحط له العسل نتاعو هكا وهو سخون، ومن بعد نجبد بالكعبه. ما تحبوش تشحروا ما تشحروش هكا باش نحط شويه شويه توا يشرب الشحور نتاعو. فوالا. وهذوما كعبات المقروض نتاعنا البنات، ما نحكي لكمش على الهشاشه والبشاشه، هشوش 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 على الاخر. باش نجرب لكم كعبه هنا خاطر انا بيد واحده، اما اغزروا التراوه اللي فيه راهو. اغزروا اللون نتاع التمر كيفاه، وياسر ياسر بنين، وياسر الهشاشه بالحق اللي فيه ماهيش عاديه. جربوا البنات وتذكروني وارجعوا لي في التعليقات نتاعكم. وما تنسونيش حطوا جيم وبارتاجي الفيديو، وان شاء الله يا ربي مع بعضنا نكملوا برشا حاجات مزيانه. وتنقلكم والسلام عليكم ورحمه الله.